ميماتي، ما كان بدي اياك تعرف بهالطريقة. وأنا ما كنت بدي أتعامل معاملة الخاين معلم. لا يا ميماتي، مو هيك القصة. بس لو ما عملت اللي عملته ما كان في حدا منا رح يطلع عايش من المشفى. هلا أنا إذا عرفت بيقولوا عبد الحي عايش وهي لعبة ما. لما ما خبرتكم طلعت القصة مقنعة أكثر. عابد بيعرف معلم، والدكتورة بتعرف. مين غيرهم؟ تركي بيعرف. بس هدول ما حدا بيطلع بوشهم، ما حدا بيطلع على ردة فعلهم يا ميماتي. كنت قلي أنا بعطيك ردة فعل مناسبة. كنت بتقوص ايدك لو عرفان. عند اللزوم بقوص حتى راسي. امتى أنا هربت من الموت؟ ميماتي ماشي، معك حق تعصب، بس بهي الخطة يلي عملتها بدنا نكمشهم واحد ورا الثاني. عملت خطة لكل شيء ما هيك معلم؟ ايه عملت. ومعناتها انت عملت خطة الي وقت بدي اعرف عبد الحي عايش. ميماتي تصرفك صاير عاطفي. شو متوقع مني اتصرف؟ قوصت اقرب صديق الي ودفنته بايدي، ولانك بحاجة لردة فعل صار لي كم يوم عم اتألم معلم. شلون بتصرف؟ مو الأهم إنه عبد الحي يضل عايش؟ عم تحكي عن ألم 3 أيام، شلون لو عشت عمرك كله مع هالألم؟ عم تحكي مزبوط، أحسن لي عيش طول عمري أهبل. ميماتي، أعدائنا صاروا هون بالغابة. ليش أنا عايش ما جواتي شي كتير؟ خليهم يذبحوني معلم، بدل ما أتصرف على أساس إنه عبد الحي مات. خلي ميماتي يموت. ميماتي أنت شو عم تعمل؟ لازم نلاقي لهم حل لهدول. أنت بتدبرها معلم؟ وشو يعني هالحكي بقى؟ معناتها أنا ما عاد موجود. ميماتي، أنا كنت بدي فجر السيارة ولبس الشغلة لاسكندر. حضرتك بتروح بتقوس قنيصال براسه بصير فيلر كتير ممنون، وحضرتك بتضل كل عمرك بالسجن. عيب هيك معلم، المخابرات بإيدنا. الملف اللي بدك اياه منلبسه للي بدك اياه. بدك تلبسها لاسكندر بعملها. ميماتي عم تعمل هيك لتستفزني؟ عم تستفزني ها؟ معلم ما في داعي انت تتصرف بعاطفة. اي عاطفة؟ مو دائما بتقلي انت عاطفي؟ هذا اللي عم تعمله؟ عم تمشي بطريق تاني لأنك معصب مني؟ انت عم تتصرف بعاطفة وهيك عم تفهمها. ليش ما عم تتقبل الموضوع؟ إذا أنت عندك خطة أنا عندي خطة. قد ما حكيت معك بتتراجع عن خطتك شيء؟ ما بتتراجع، وأنا ما بتراجع. ميماتي هدفهم يقسمونا وقسمونا. عبد الحي بالتخت وأنت بعيد. بالنسبة إلك تقسيم، بالنسبة إلي كبر. يشفى عبد الحي وياخذ محل أونيصال. معناتها حط كاظم محل اسكندر وعابد محل زازا وبنخلص من القصة. بعد ما تكون القوة كلها بإيدنا شو أهمية محل الأشخاص؟ ميماتي يلي عم تحكي عنه ما له قوة، تهور. التهور بشتت الزلم، بيصغرون ما بيكبرون. معلم ليش حاطط عبد الحي هون؟ بعد هلأ ما حدا بيعمل شيء. خلينا نوديه على مشفى مثل الخلق. ميماتي انت ما عم تسمعني؟ ما عم بسمعك وماني ناوي اسمعك. بدي منك شغلة واحدة، أنا ما راح أتدخل بخططك وأنت ما بتتدخل بخططي. أونيصال ما راح يموت، وقت بيلزم موته لا تشغل بالك، أنا بقوصه براسه. فيني افهم حضرتك شو عم تعمل؟ معلم أنا ما قلت لك أونيصال زلمتي؟ كلامي ما له عندك أي اعتبار؟ إذا بدك تطعن بكلامي كلامك ما له اعتبار. الزلمة اللي بعتبره عدوي مستحيل يكون زلمتك، غيره مين بتقول إنه زلمتك بحطه على راسي.
معلم فيك تقلي إذا قتلت أونيسال شو بتكسب؟ ممكن تفهمني؟ من امتى صرت تقول يا ميماتي بنقتل الخونة لنحقق فايدة؟ أنت دايما بتقول إذا بدنا نعمل شي لازم نستفيد منه. عفيت عن ناس كتير أنا بكرههم. أنا بعفي عن أي شخص مو خاين ميماتي، حتى بعفي عن اللي بيخونني، بس اللي بيخون الوطن ما بعفي عنه أبدا. ماشي معلم، أنت قوص داوود تتر أوغلو ورضوان كاشكار ومحمد فكرات، وأنا بقوص أونيسال. هدول اللي عديتهم يا ميماتي ما عم بيخونوا، هدول ظلمن إلن، عم يشتغلوا شغلن. بس أونيسال رجل دولة، الدولة هي اللي ربته وصرفت عليه وحطته بهذا الموقع. إذا نحن بنعفي عن خيانته ما عاد نلاقي جندي واقف على الحدود يا ميماتي، ولا شرطي يطلع دورية. منيح، لما بيخلص شغلي معه بعطيك اياه تقتله معلم. ميماتي أنا عم ساومك على قتل رجال؟ كان بإيدك معلم كنت تقتله. بتساوم فيلر وإلي ما بتساومني؟ ميماتي لوين؟ رايح انقذ عبد الحي. ما روحته وانت عم تلاحق أونيسال؟ روح انقذه. بس انت وعم تنقذ عبد الحي لا تنسى تنقذ حالك. ايه وشو بنعمل؟ انا عملت خطتي، انت ريح حالك. روح العب طاولة مع أونيسال وانقذ الوطن. قوم بدنا نمشي. عندي شغل. وشو الشغل اللي عندك؟ رح يجي أونيسال، بدنا نلعب طاولة. منيح، معناته أنا كمان بلعبه برتية. تعال عود هون، استناه هون. ميماتي انت عم تمتحن صبري شي؟ العفو معلم، ما عم امتحن شي. برأيي انت عم تتصرف بعاطفة وعم تبالغ شوي. ايه عابد؟ معلم ايش اسكندر وفيلر. ماشي انا جاي فورا. معلم لا تروح لحالك، بدنا تيجي انتوا اثنين لحالكم. لا تبالغ ميماتي، كلهم على بعضهم شخصين. ميماتي جانن على الأخير.